مساء الخير عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهارده بقى كده هنعمل وصفة الكوكيز الأمريكي أو الأمريكان كوكيز. الوصفة دي بقى كده من الحلويات اللي بقت مشهورة جدا في كل حتة، بتتقدم بقى في الكافيهات، تنفع كمان هدايا، تنفع كمان نعمل بيها ونبتدي بيها أحلى مشروع من البيت وهنكسب كمان. الوصفة دي مش طعمها بس حكاية، كمان ريحتها وهي بتستوي بتخلي البيت كله ريحته حلوة. كمان الزبدة بقى اللي احنا بنحمصها دي بتنقل الوصفة كده لسكة تانية خالص، يعني طعم يجنن. النهاردة بقى هنعمل وصفة الكوكيز كده بكل التركات وكل الأسرار إن شاء الله عشان يطلع معاكم ناجح من أول مرة. فتابعوني كده للآخر، اسمعوا كده كل التفاصيل. بجد إن شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا، لأن احنا يعني هنقول تفاصيل ما اتقالتش في أي مكان تاني. فتابعوني ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أنا الأول هجيب حوالي 150 جرام من الزبدة، يعني حوالي كوباية إلا ربع من الزبدة. لازم يعني اسخنها قوي على النار لحتى ما توصل للون البني اللي انتوا شايفينه كده قدامكم. هي مش هتتحرق بس هي توصل للون البني ده علشان تطلع ريحة التحميصة بتاعتها وتطلع بقى الطعم الصافي الحلو قوي بتاعها. في الوقت ده طبعا انا هكون حضرت السكر البني. تقدروا تستخدموا السكر البني اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت، او تقدروا تعملوه في البيت عادي، وانا طبعا نزلت فيديو بده. هجيب حوالي نص كوباية من السكر البني، مش هزود خالص، وربع كوباية من السكر الأبيض. ابتدي كده بقى ان انا اخلط الاتنين مع بعض وادوب كده الزبده، يعني يعتبر دافيه، فالسكر هيدوب معايا بسرعه. ابتدي اقلب بسرعه بسرعه كده لحد ما القوام يبقى سميك معايا. بعدها هنزل ببيضه واحده ومعها شويه من الفانيليا. ابتدي اقلب كده لحد ما القوام يبتدي ان هو يفتح معايا ويهش معايا، يوصل كده لدرجه ان هو تحسوا ان هو يبقى كريمي. تقدروا طبعا تستخدموا تقلبوا كده بايديكم، وتستخدموا المضرب اللي هو الويسك العادي خالص، المضرب اليدوي، وتقدروا تعملوها بالمضرب الكهربائي عادي زي ما انتوا عايزين. المهم ايديكم ما توجعكوش. بعدها بقى هكون محضره كوبايتين من الدقيق، او كوبايتين الا ربع من الدقيق. يعني حطوا كده في اعتباركم ان انتوا يعني تبتدوا تستخدموا من اول كوبايتين الا ربع من الدقيق. ما هحط بقى كده نص معلقه صغيره من الملح. الملح ده هيظبط الطعم جدا، يعني مهم جدا في الوصفه. واحط كمان معلقتين صغيرين من المعالق اللي انتوا شايفينها قدامكم دول، او ربع معلقه صغيره، او يا ربي نص معلقه صغيره كده من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. وكمان ربع معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر، يعني ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره كده من البيكنج صودا. ابتدي بقى ان انا انزل بخليط الزبده والبيض على خليط الدقيق. كمان الحاجه بقى اللي الولاد بقى يعني بيبقوا مستنيينها في وصفه الكوكيز، ان هي بقى فيها كميه شوكليت شيبس كتيره. فانا هنزل بقى بكوبايه من الشوكليت شيبس معايا. وبعدين ابتدي ان انا اقلب. من اسرار نجاح عجينه الكوكيز ان هي ما تكونش بتلزق في الايد، علشان كده قلت لكم استخدموا من اول كوبايتين الا ربع من الدقيق. اقدر بقى اشكلها كده بالسكوب بتاع الايس كريم. واقدر طبعا لو انا بقى صاحبه مشروع وهبتدي بقى ان انا اخرجها كده في الورق بقى اللي شكله لطيف ده، بنخرجها في الاوردرات بتاعتنا. ابتدي طبعا ان انا اوزنها من اول. يا جماعه تقدروا تعملوا القطعه معاكم من اول 50 جرام، يعني 50 60 70، وبتبقى يعني معقولة جدا. كمان 80، بس يعني انا بشوف ان وزن 50 جرام حلو قوي. ابتدي بقى كده ان انا اعمل الاشكال بصبع التشهد بتاعي، وابتدي ان انا اضغط عليها كده علشان تاخد الشكل بتاع التعريجة بتاعتي. خلاص خلصتها بقى كده و يعني عملتها بكل الاشكال. انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله كوبايتين بس كده من الدي، وطلعوا لي برضو كميه حلوه. ابتدي بقى كده ان انا احطها كلها في بوله. بعد ما اخلص الاشكال بتاعتي او التعريجه بتاعتي بصابع التشهد زي ما انتوا كده شايفين في الفيديو قدامكم، ابتدي بقى ان انا اجهزها كده واحطها في البوله علشان ابتدي ان انا ادخلها الفريزر. بصوا بقى كده على التركه المهمه والسر المهم جدا من اسرار نجاح الكوكيز. ابتدي ان انا احطها ساعتين في الفريزر. بتاخد من اول ساعتين في الفريزر لحد 12 ساعة في الفريزر. هندخلها التلاجة هتاخد 24 ساعة في التلاجة، يعني هتبات ليلة كاملة. ما تستغربوش، بس دي تركة جدا مهمة وسر من أسرار نجاح الكوكيز. لو انتوا دخلتوه الفرن من غير ما تاخدوا خطوة الفريزر دي او عديتوها،
يعني هتدخل الفرن معاكم وهتفرش وهيبقى شكلها مش لطيف، مش زي الكوكيز كده اللي إحنا بنشوفه في الكافيهات ونشربه كده جنب النسكافيه برّه، لأ مش هتلاقوه بالشكل ده خالص، هيفرش ومش هيبقى شكله حلو وهيبتدي كده إن هو يشقّق معانا ويبقى شكله كده رفيّع وإيه مفروش كده معانا في قلب الصينية. خلاص بقى تمام، طلعته من الفريزر دخلته على فرن انا كنت مسخناه قبل كده على 200 درجة. ابتدي بقى اول ما ادخله كده في الرف اللي في النص ان انا اهديه خالص على درجة حرارة 170 180. بياخد حوالي بالظبط من 12 ل 15 دقيقة في الفرن. اطلعه كده بعد اما يطلع من الفرن محركوش، استنى خالص يبرد وبعدين بقى ابتدي ان انا اهزه كده من الصينية واشيله بالراحة. بيطلع بقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه بقى، والشوكليت شيبس طعمها يجنن. شرط ان انتوا تختاروا نوع شوكليت شيبس كويس جدا علشان ده بيفرق في الطعم. كمان بقى مع تحميصة الزبدة طعمه يا جماعة ولا في الخيال. جربوا الطريقة دي فعلا هتدعولي. والناس اللي حابة ان هي تبتدي مشروع كده من البيت، فعلا الوصفة دي ناجحة 100% ومتجربة، وانا ذات نفسي كنت بطلعها اوردرات. فلو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. هستنى تفاعلكم واستنى تجربتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.